والله يا جماعة، الواحد لما أنا كأهلاوي بشوف حاجة زي دي بكل الأمور اللي بتحصل في نادي الزمالك، بقول لك الله يا زمالك، وفعلا من قلبي. يعني الزمالك ليه ربنا، الزمالك محتاج حد كده يعمل له تعويذة إن هو يفك كل اللي عنده ده. هيلاقيها من وفي القيد، ولا المشاكل اللي في الفيفا، ولا من مجلس إدارة بتاعته اللي بيشتغل ضد نادي الزمالك. بيشتغل ضد نادي الزمالك إزاي؟ من فترة باعوا ناصر ماهر إلى نادي بيراميدز المنافس المباشر لنادي الزمالك، وامبارح بيبيعوا نبيل عماد دونجا، واحد من الأساسيين في تشكيلة نادي الزمالك، وأنت مش عارف تجيب أي لاعب مكان لأنه موقوف عندك القيد. طيب أنت محل الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب وأحمد سليمان وهشام نصر وباقي الأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، طيب ممكن تجيب ده استثمار. عندك شركات راعي بترعى نادي الزمالك، عندك كمان فلوس اشتراكات من اعضاء نادي الزمالك بتجيلك، وعندك كمان ممكن تستغل اصول نادي الزمالك ويجيلك عليه اعلانات زي ما بيحصل من النادي الاهلي. تقدر تستفاد. لازم كل شبر في ارضيه نادي الزمالك لازم تستغله اكتر استغلال، ولازم تشوف وتدور على حقوق نادي الزمالك. ما تكتفيش ابدا باللي موجود، علشان خاطر نادي الزمالك يستحق مكانه كبيره جدا اكتر من اللي هو فيها، سواء الازمات، سواء السمعه اللي بقت سيئه للاسف لدى الفيفا ولدى كمان اللاعيبه. طيب انت بتمشي ناصر ماهر ونبيل عماد دونجا النهارده، مش هتعرف تجيب حد بديل، والزمالك اساسا اسكواده يعني كتر الف خير اللعيبه دي انها لسه بتلعب بطوله الدوري وبتكسب او بتتعادل كمان يعني. فنادي الزمالك مش محتاج، نادي الزمالك محتاج رجال يقودوا نادي الزمالك وقلبهم على قلب نادي الزمالك، مش قلبهم على هدم نادي الزمالك وبيدوروا على السهم. مفيش فلوس غير لما نبيع النجوم عشان خاطر يجيلنا فلوس. طيب بعتوا اتنين من ابرز نجوم نادي الزمالك وجالكم فلوس، ايه الحل اللي انت عملتوه؟ ايه الخطوه اللي انت خدتوها؟ فلك الله يا زمالك، ولك الله يا جمهور نادي الزمالك. الله يكون في عونكم على الناس اللي بتديركم. وارجع واقولها تاني، ابناء نادي الزمالك وكمان بعض عقليات جمهور نادي الزمالك هم السبب الرئيسي في هدم نادي الزمالك. سلام.